صباح الخير يا مغرب مع كريم حضري. زاديت في مدينة الرباط وجيت سكنت في مدينة وليتي بيضاوي في 88. مزيان. دونك حياتي كلها او اكبر الفترة الكبيرة في فترة الدار البيضاء. فوالا اكزاكتومون في الدار البيضاء. شنو التصحيح الثاني؟ التصحيح الثاني هو انه لما كنت في الشركة اللي هي شركة ملتي ناسيونال دوز فيها 8 سنين، ولكن 8 سنين منها 5 سنوات في الخارج. كنتي في السعودية؟ مشيت للسعودية، حجيت 2 نوبات. راه حاج خويا حاج منصف 2 مرات 2 خطرات وتغربت وعرفت شنو هو العمل في الخارج. وهذاك العمل في الخارج هو اللي خلاني نكون في واحد البلد اللي الحمد لله كنت مدير المبيعات في المنطقة الغربية اللي كان فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضا كنت مدير التنمية ديال هذه الشركة في إفريقيا والشرق الأوسط. وكان عندي 28 سنة، وكان أحصل لي الشرف باش درت العمليات ديال البيع ديال هذه المؤسسة الكبيرة اللي عندها عدد من المنتجات الكبيرة، ولكن ما يمكنناش نقولوا شنو هما، في فلسطين. إذن كانت تجربة بالنسبة لي اللي كانت هائلة، وكان عندي 28 سنة وكنت الحمد لله ناجح. وهذيك هي التجربة اللي خلتني نبغي نكون مقاول انتربرونور، ندير الشركة ديالي. مني دخلت المغرب ما دخلتش الشركة ديال اللي هضرتي عليها اللي هي ما كاين باش نقولوها ميديتال. دخلت بين اتصالات وإنو يلا. لا انا دخلت التليفونيكا اللي هي الشركة العالمية، وتليفونيكا هي اللي صفتتني للمغرب. وكيفاش دخلت؟ لانه صفتوا لي سكون ابل شاسور دو تيت باش قلب عليا وجابني دخلني للمغرب. وفي ديك الساعات باش نكونوا واضحين، انا لان سمعت بزاف الهضره اللي تتبقى فيا. ديك الساعات كنت نربح 18 مليون في الشهر، عندي 28 سنه. ومني دخلت بضعف هذا المبلغ الى المغرب. اذا كان الراتب ديالي 300 ألف درهم في الشهر صافي من الضرائب ومن غير لا داخل فيهم لي بريم. داخل فيهم 2 حاجات، لي بريم لي ستوك اوبشنز. وهذه مبالغ اللي يمكن لها تشوكي الناس، ولكن انا اليوم بغيت نعلن عليها، لانه تمشي واحد المنطلق انه لما تكون شاب وعندك طموح وقريتي ودخلتي للعالم ديال لي ملتي ناسيونال وطلعتي وتغربتي وتقاتلتي، لانك تتما كاين السياسه وتتما كاين المنافسه. واحد مغربي يكون عنده 29 عام ويدخل المغرب براتب ديال 300 ألف درهم في الشهر، هذا ما عمري ما علمت عليه، ولكن علمت عليه. علاش؟ باش يعرفوا الناس بانه لما تتكون في واحد الراتب عالي جدا وتتمشي الى المسؤوليه العامه، راه الراتب ديالك تينقص ب5 أضعاف، 5 مرات الراتب ديالي هبط. وهذاك الشيء عندي الشرف والوجاه العالي باش نقول بانه كنت فرحان، وعندي الشرف باش دخلت لا الوزاره ولا المنفعه العامه، لان تنبغي بلادي. ومنصف بالخياط اليوم دخل الميدان السياسي بقوه، وعنده عدد من الناس اللي هما معاه واللي هما اصحابه اللي صوتوا عليه لانه منتخب، وعنده ناس اللي هما ضده لان منصف الخياط ديرونج. مزيان، حنا نفصلوا معك في هذا الشيء كامل. بما انك اخويا منصف بغيتي معنا صراحه وكتقول لنا كل شيء بشفافيه، نتمنوا تبقى امورك بحال هكا اللي سولتيني عليها. انا معك من غير حاجه واحده. هو العائله الصغيره ما يمكنليش نتكلم عليها، الله يخليهم لك وما سوقناش فيهم، وهذه امور بعيده. فاش كانت عندك 29 سنه منصف بالخياط كنتي كتربح تقريبا 30 مليون. اليوم عندك 45 سنه، شحال كتربح؟ اكثر. شحال؟ نقول لك علاش. لان ما بين ما تقولش ليش انا عارف اليوم ما بقيتيش سالاري وليت انت مقاول. انا غنجاوب. ما بين الاغلاط اوسي اللي دارت في التقديم ديال منصف الخياط هو انه قدمتيو مشروع حانوتي. مشروع حانوتي هو مشروع اللي انا درته وخلقته كخلق ككونسبت، ومن بعد ما خلقته كاين شركه كبيره
بعثوا لهم وهما ما خدموش ولا خدموا. انا نرجعوا لها، انا ما غاديش ندخل في التفاصيل واش باعوه ولا ولكن خلينا نكمل. الله لا نعطيني نجاوب على هذا. انا غنجاوبك غنمشيو دقه انا وياك. هذاك المشروع الحانوتي راه مشروع ما بين 10 المشاريع اللي درت. نتوما تكلمتوا غير المشروع اللي فشل، وانا من الناس اللي تيقولوا الفشل حاجه عاديه بالنسبه لمقاول. المقاول اللي ما فشلش ما يمكنش بنكه وحده تمشي معاه، لان انا عندي واحد الطريقه ديال التفكير اللي هي كيف قلنا طريقه تفكير امريكيه وقلب مغربي. ملي تمشي اليوم للامريكان وتمشي للبنكه، اول سؤال تيقول لك شنو درتي في حياتك، ثاني سؤال واش عمرك فشلتي. الا قلتي له ما عمري ما فشلت يقول لك سير بحالك، لانه الفشل هو اللي تعطيك التجربه باش تعاود دير الامور بطريقه اخرى، وهذوك الفلوس هذاك الاستثمار ما تغلطش فيه. متفقين. هذوك العشرة الاستثمارات اللي درت 8 منهم نجحوا وجوج فشلوا. هذوك 8 اللي نجحوا تيعطيو اليوم مؤسسه اللي انا في 11 عام اللي هي مؤسسه تجاريه تتشتغل غير مع لي ملتي ناسيونال، وفي جوج ديال لي جوج ديال لي سيكتور ديال التوزيع واللوجيستيك واللي بديت في 2005، وسيكتور ديال لا كومونيكاسيون اي لي ميديا اللي بديت في 2012 من بعد ما خرجت من الوزاره. هاد لي دو سيكتور اليوم الحمد لله والشكر لله وصلوا رقم المبادلات ديالي 300 مليار. 3 المليار ديال الدرهم. هذا لو شيفر جلوبال، شيفر دافير جلوبال. وعندي الحمد لله 1380 مستخدم. 300 مليار سنتيم ياك؟ Ça veut dire que عندي 1380 كولابوراتور خدامين معايا. شحال لا مارج دو بينيفيس فيها؟ الوغ فيها 2%. ضرب الحساب ديالك. لا عندك انت اللي خصك تضرب الحساب. وانت اللي خصك تضربه. نوصل انا تقول لي 2% من 300 مليار. متفقين. الان على خاطركم ما تعرفوا شحال كيبقى. الان باش نكونوا واضحين، شكرا لك. الواحد اللي تيكون ناجح في حياته كمقاول وتيبيع ويشري، لان انا تنبيع ونشري، تنشري بضاعه وتنبيعها، تنشري بضاعه من المغرب وتنبيعها في المغرب، ولكن اترافيغ دي ملتي ناسيونال. افضل دليل على ذلك هو انه ما عندي حتى شي علاقه مع حتى شي انتربريز بوبليك. مزيان. كتخلص ديال الضريبه سي منصف؟ يمكن نقول لك بان تنخلص ملايير ديال الضريبه. لما تنقول ملايير، الملايير علاش؟ لان ما عندكش عفا الله عما سلف. لا ما عنديش عفا الله وما سلف، ونقول لك ميوكسا وانه اليوم الشركات ديالي تيخلصوا الملايير ديال الضريبات. دونك فرحان نخلص ديك الملايير، لان اللي تيخلص الضريبه راه تيربح. اسيدي غير نربح ونخلص الضريبه، لانه هذه حاجه عاديه. الواحد منك اصلا يربح تقول لنا ما كنخلصش الضريبه على وميوكسا الشركات ديالي كلهم عندهم التزام ديال شركات مواطنه. ما كاين شركه واحده اللي دير نواغ. مزيان. ونقولها ونعاودها، واللي يثبت عليا او الشركات ديالي بانه تيديروا شي حاجه اللي هي غير مطابقه للقانون يجي لعندي وانا مستعد باش نتقدم له. وهذا الشيء علاش انا تنقول بانه لي جونز انتربرونور خصنا نصفقوا عليهم. الناس اللي نجحوا يفون اون فير دي موديل. فعاود ما نصفقوا عليك في الاقتصاد، وبرافو وصلتي للشيفر دافير ديال 300 مليار، برافو. حتى حد ما غادي يناقش. السياسه غادي نصفق عليها. في السياسه قبل ما نصفق عليك ولا لا، نشوف واش غتقنعني وتقنع المستمعين. الا كنتي انت كتمشي بعقليه المقاول اليوم كتقول انا كنبيع وكنشري وكنربح، هذه عقليه ديال التجاره. اليوم كيقولوا عليك انك حتى في السياسه كتبيع وكتشري وكتشوف الربح فين كاين وكتمشي ليه. نهضروا بكل صراحه. تفضل. كنا في والبارح نهار اثنين في انتخاب ديال رئيس الجهات. قبل ما ندخلوا درنا اجتماع مع القياده الحزب ومع السيد الرئيس صلاح الدين مزوح نهار الحد لا فاي. ودرت ايضا اجتماع مع السي مصطفى البكوري. ودرت اجتماع 4 ايام قبل مع السي سعد الدين العثماني. هاد الناس كلهم عندي احترام كامل لهم ولاحزابهم. بي جي دي حزب تنبغيه، عندي احترام كامل للحزب ديال بي جي دي، لانه حزب فيه ناس اللي لا بلوبار فيهم ناس معقولين وناس دغريين وناس نازيين. ماشي كلهم.
الاغلبيه الكبيره، لان شوف الكمال لله. ايش هو الخطاب اللي كان ديال التجمع قبل ما يدخل الحكومه؟ انا تنقول هذا خطاب ماشي التجمع، هذا خطاب منصف الخياط. البي جي دي حزب فيه ناس نزهاء، ناس معقولين، ناس دغريين. جميع الاحزاب فيهم نزهاء يعني. خلينا نكمل. الاحزاب الاخرين بيان سور فيهم ناس نزهاء، ولكن الصفه الطريقه اللي انا تنشوف بها البي جي دي بطريقه اجماليه وانه ناس معقولين، ناس اغرس. حنا تنقولوا الناس ديال التجاره، لان تعطيك الكلمه ها هو دار معك هذا، ما كاينش عندهم الكلمه. منصف الخيط واش عنده الكلمه؟ خليني معلومه عندي الكلمه. واش هما دابا غير انا معك مزيان. شوف لا غير في هذه عافاك خويا. منصف الخيط عنده الكلمه، ومنصف الخيط تيشوف فيهم وتيقول لهم مزيان. انا معك غير في هذه. انا شوف دابا انت واش شهدتي ليهم؟ دابا انا ماشي معك في هذه النقطه. انت شهدتي لهم، عطيتيهم، خليني نكمل الطرح ديالي. انت لا دابا من غير التصويت هذا حقه، ممكن يشوف واحد عنده كفاءه. نكمل لافراز ديالي غير هذه. انا ما بغيتش نسولك على داك الشيء اللي انت في بالك. لا دابا انت ولكن ما كملش الطرح ديالي. هذا غير واحد القوسين نفتحهم ونمشي معاك. فتح القوس ونعاود شد. شوف انت قلتي لي دابا العداله والتنميه معقولين وعندهم الكلمه. نعم. وناس اللي قالوا لك اغابس. نعم. هذوك الناس هما اللي جاو قالوا لك منصف بالخياط شمتنا ودار معنا الكلمه وخوا بينا. لا ما عمري ما درت معهم الكلمه، ما يمكنش. لانك انت شهدت فيهم شهاده حق. ما يمكنش تشهد فيهم شهاده حق. لانه تنشهد ايضا بانه في هذاك التصويت اللي كان عندي الاختيار اللي هو حقي دستوريا، لان حتى انا منتخب وناس داروا اختيار شخصي ولا اختيار حزبي؟ بجوج. وانا غادي نجاوبك باش نكونوا واضحين. هو انه كان عندي الاختيار ما بين السي مصطفى الباكوري، الامين العام للاصاله والمعاصره. لا ما تنشوف لا اصاله والمعاصره لا بي جي دي. كان عندي اختيار ما بين شخصين، خصني نختار ما بين هذا ولا ما بين هذا. كان عندي اختيار ما بين السي الباكوري والسي هيكر. السي هيكر مره اخرى راجل نزيه نديروه فوق راسنا وتنحترموه، ولكن يسمح لي ما عندوش تجربه باش يسير جهه اللي هي جهه قد البرتغال، واللي هي 40% من الاقتصاد الوطني. معلوم عنده تجربه في السياسه، في الجانب السياسي. الله يخليك. هذا سؤال يعني واش رئيس جهه هو منصب سياسي؟ واش نهضروا بصراحه؟ هذه جدليه، هذا نقاش. رئيس الجهه ليس بمنصب سياسي. رئيس الجهه منصب اللي هو اقتصادي محض، لانه رئيس الجهه خصو يحرك الجهه، ينمي الجهه، يخلق فرص العمل، ويدير مشروع اللي غادي يعطي السكينه اللي بغات، اللي هو العمل، الشغل، اقتصاد، وجهه اللي تكون فيها مشاريع كبيره. مستمعينا راه تسمعوا بان خونا منصف دابا اللي هو في الحكومه راه تيقول. لا انا ماشي في الحكومه، انا في الاغلبيه الحكوميه، وتنقول لك بان مشروع الجهه اللي هو لا ديسنتراليزاسيون، واللي تيقتضي بانه لي بودجي اللي هما المصادر الماليه في مدينه الرباط يمشيو للجهات، خصهم يكونوا عندهم واحد التدبير اللي يكون ايجابي وناجع من طرف رجال تجربه في ميدان الاقتصاد والتدبير. والسي مصطفى البكوري عنده هذه التجربه، والسي حيكر بكل احترامي له تنبغيو نديروا، ولكن ما عندوش التجربه الاقتصاديه ديال التدبير. طيب سي منصف، عندنا فاصل غنرجعوا بعدو ليك، لكن قبل منها نعطيك فرصه انك تقنعنا. اعطيني نقطه ضعف ونقطه قوه الباكوري ونقطه ضعف وقوه حيكر اللي خلاتك تحسم هذا التصويت الشخصي قبل ما نمشيو للحزب. نقطه قوه ديال الباكوري هو التجربه، وهو الحنكه، وهو المعقول. نقطه ضعفه باش نوازنوا، نقطه ضعفه هو انه ما عندوش تجربه سياسيه. مزيان. حيكر ضعفه هو ما عندوش تجربه الاقتصاديه وديال التدبير. والنقطه القوه ديالو هو المصداقيه. واخا هادشي وضعوه في الميزان، انتم وشوفوا شكون ممكن كنتوا تختاروا، لكن منصف بالخياط اختار على هذا الاساس كيف ما كيقول لنا دابا. حنا مازال مواصلين معكم حتى للتسعود، ومازال نفصلوا اكثر مع خونا منصف في صباح الخير يا مغرب. صباح الخير يا مغرب مع كريم حضري. 8:30 على شدا FM. صباح الخير يا مغرب. صباح الخير عليكم مستمعينا، ومعكم حتى التسعود في شدا FM. سعيد صباح الخير. صباح الخير والخمير. صباح الخير توفيق. صباح النور كريم. صباح الخير فدوى. صباح النور. Ça va الحمد لله. la météo Si tu veux, j'ai pas de problème.
نشوفوا لا ميتيو ديال العام العمزين الله يجيب الشتاء والعواشر مباركه ان شاء الله للجميع العيد الاضحى. هذا خوكم منصف اللي كيتكلم معاكم اكيد عرفتوه، هو داب البوز وديما كيدير البوز سوغ انترنت. وكي جاتك لا كومبان هذه لا خدمتي انا لقيت في واحد انا كنت في واحد القهوه بان لي منصف الخير انا واحد انت اللي عزيز عليك النموذج الامريكي كيفاش غادي تترجم بالامريكانيه خوكم منصف ما تشدش برودر وغادي تشد في الامريكان برودر. مشكل انا خويا عندهم برودر. ديك الامريكان نقول لهم والله سير في منصف سير نيويورك ما عندهمش هما ديك المعنقه ديال خويا عندهم لا تيديروا غير هذيك القضيه ديال لا طاب عرفتي كيفاش يديروها، ولكن دابا كو دو بوين اكزاكتومون. لو ما تنساش انه الحاج دابا شحال واحد تيقول لي برادر والله العظيم. وكاين غير المشكل انه في المجتمعات الغربيه البرادر عندها المرجعيه الدينيه في بزاف ديال المجتمعات معلوم خاصه ماشي بحال هنا عندنا اجتماعيه خاصه او نيفو دي جون دوريجين افريكان. مزيان منصف شريتي الحولي ولا مازال؟ لا مازال والله الا مازال 300 مليار شيف دافير غادي نشري ان شاء الله، وغادي نعاونوا عدد ديال الناس اللي تنعاونوا. ابروبو ديال الثمن، شحال كيدير الثمن ديال التيكي ديال الترام اللي ركبتي فيه في الحمله الانتخابيه؟ دابا تتقشب عليا 7 دراهم ويمكن لك تاخذ 6 دراهم. ركبتي في طاكسي بيض؟ معلوم ركبت الطاكسي بيض وركبت شحال خاص في طاكسي نقول بيض؟ لك شي حاجه، ركبت البارح في طاكسي احمر. البارح علاش الطوموبيل خاسره؟ لا شوف ساعه تنبغي ساعه كتبدل معلوم الواحد. شوف النبض ديال المجتمع، النبض. علاش ما ركبتيش في طاكسي بيض في الحمله الانتخابيه؟ ركبتي في طاكسي بيض. المجتمع اليوم بكل منصف صراحه الخياط خويا منصف نعم. في الحمله الانتخابيه ركبتي في طاكسي بيض. نعم. سالت الانتخابات ركبتي في طاكسي احمر. وقبل الحمله كنت ايضا في طاكسي بيض. عاد خديت الطاكسي من المطار لكازا وتنقول لكم بان الطاكسي بيض باي سائح تيجي للدار البيضاء تيوصل للمطار تيتسنى بعد اولا المطار في دون المستوى، ثانيا تيتسنى الساعه المكانه قبل ما يخرج، ومن بعد تيطلع في الطاكسي بيض باش يدخل لكازا. اول امبرسيون ديال واحد تيجي للمغرب امبرسيون نيجاتيف. خص هادشي يتبدل. حشومه المغرب الدار البيضاء في هذا المستوى، نكون عندنا مطار اللي هو بكل صراحه خصو يتحسن، خصو يتقدم، خصو يكبر وخصو يتجدد. والطاكسيات نفس الشيء خصهم واحد التغيير، وخصنا نساعدوهم بدي سوبفونسيون باش يبدلوا الطاكسيات ديالهم. انتم دابا يكونوا في المستوى ديال مدينه عالميه. شنو هادشي راه عيب. واش حنا واش ما تشوفوش هادشي؟ تتهضروا معايا بحال الا انا بوحدي عايش هنا. واش انا اكسترا تيرست؟ نقول لكم هادشي انا عايشو. وانا شوف نقول لك شي حاجه، انا راه بديت. انت مازال وصلتي للمطار؟ كاين اللي ما كيمشيش حتى للمطار، كيبقى من ولاد الزيار. انا بديت في 21 عام، كانت عندي 21 عام راه طلعت الكاميو بعد التيد، راه مشيت ل 200 سوق في المغرب، انا ولد. شوف ايوا نعم عائله ميسره، ولكن راه حنا مغاربه. واش حيت مع عائله ميسره ميسوره ما نكونش مغربي؟ راه في 21 عام راه مشيت ل2 شتوكه، راه مشيت ل3 سيدي بنور، راه مشيت ل4 العاونات، راه مشيت ل5 الزمامره مع ل5 الصباح مع الكروسيست، وتنبيعوا ونشريوا في السلعه، وخدمنا وكبرنا على دراعنا. ما كاين حتى شي حاجه اللي شفرناها. يقول لك شفار، يقول لك علاش شفار؟ واش الواحد في هذه البلاد اللي يخدم ما يمكنلوش يخدم بالنزاهه وينجح على دراعه حيت قرا وحيت مشى للخارج وحيت رجع من المغرب حيت عنده علاقات اللي علاقات تيقول لك باك صاحبي. شو باك صاحبي؟ هذيك العلاقات اللي درت علاقات مبنيه على العمل ديالي، علاقات اللي 21 عام نقول لك بكل صراحه. 21 عام دخلني واحد السيد في الانترفيو في بروكتير سميتو لوران فيليب. كانت عندي 21 عام، مشيت لهذا السوق عام وطورت عدد من المنتجات في السوق المغربيه وفي المدن المغربيه. وديك الساعات كنت مازال صغير، وانا اللي كنت درت سبونسورينغ ديال ليكيب ناسيونال في 1991. اول مره ليكيب ناسيونال عندي 21 عام مشيت عند الكولونيل الزموري الفيدراسيون وقلت له نوقعوا كونترات سبونسورينغ، انا اول واحد. ودرنا ماتش مع عزيز بودرباله والزكي، ولكن هذا الشيء ما عندناش الوقت بعد نهضروا عليه. من بعد ذلك هذاك السيد اللي دخلني وشاف فيا بان عندي واحد البوتنسيال، هو راه فرنساوي ماشي حتى مغربي، اسمه لوران فيليب. دخل جوجل شوف لوران فيليب. الصباح هو الرئيس ديال هذيك الشركه ديال بروكتر اند جامبل. مني 10 سنين من بعد خرجت من تليفونيكا وباش ندير المقاوله ديالي، هو اللي وقعت معاه الكونترا ديال التوزيع وعطاني ليكسكلوزيفيتي في المغرب. هذا يعني انه العلاقات تتبنيها في اطار التجربه ديالك مع واحد ما تتعرفو ما تيعرفك اللي هو فرنساوي، دار فيك الثقه
ومن بعد ملي جيتي وصبحتي مقاول قال لك انت راجل خدمتي اجي باش تكون انت هو الموزع ديالي في المغرب. هادشي اللي استفدتي من والسياسه حتى هي سوق. شنو السياسه حتى هي سوق في لا الوزاره؟ السياسه ماشي سوق. سياسه حاجه مهمه اللي بكل صراحه السياسيين ما تعرفوش يسوقوها، والمغاربه عندهم واحد الشوفه بالنسبه للسياسيين اللي هي ماشي ايجابيه، وخص الصوره ديال السياسي تغير بكل صراحه. والسياسه ماشي سوق، هي حاجه اللي هي سيريوز. وبكل صراحه يمكن لي نقول لك بانه دور مهم جدا ديال السياسيين. واش هاد السياسيين السي منصف اللي تيغبر 5 سنين انت ولا ربما انت منهم السي منصف تيغبر على المواطن 5 سنين وتيجي واحد ودابا علاش انا عندك هنا ياك الانتخابات دازت فاتت دابا. ايوا علاش انا دابا غابر انا قدامك سولني ونجاوبك. نتمنى نسولك على المطار ان شاء الله. وانا علاش ديت الطاكسي البارح وعلاش انا غادي شوف انا نقول لك شي حاجه، انا جو سوي ان نوم دو ديفي، جو سوي ان نوم دو تشالنج. عطيني الشالنج كيف ما شي اليوم تقول لي ارجع وزير نقول لك لا ما بغيتش. حنا نشوفوك اش ترجع وزير، ولكن فاش كنتي وزير شنو استفدتي؟ ذكرتي انك خدمتي في 91 وكانت عندك علاقات استفدتي منها، لكن لما دخلتي لوزاره الشباب والرياضه عملتي علاقات في المغرب وبرا المغرب، وكيقولوا والله اعلم انت غادي تاكد لنا ولا تنفي انه لو شيفر دافير ديالك من وراء فاش خرجتي من الوزاره وخدمتي بالعلاقات اللي جبتي للوزاره والناس درتي معاهم مصالح تضاعف مرات كثيره. الوغ الشيفر دافير ديالي من بعد ما خرجت من الوزاره ضاعف 3 مرات. علاش ضعف 3 مرات؟ لان الاسبوع اللي فات الشركه ديالي شرات شركه اللي ضعفات الشيفر دافير ديالنا 2 مرات. ودرنا كومونيكي دو بريس، وبالعاني درت الكومونيكي دو بريس قبل ما يكونوا الانتخابات باش ما يقول حتى شي واحد ها هو انتخب وها هو دار. هو اللي جبتي معاك خلي الله يرضى عليك. انا الشركات ديالي كلها في المواد الغذائيه وفي المواد ديال التنظيف. دوك ما عندها حتى شي علاقه ما بين المواد الغذائيه والتنظيف. الاعلام دابا والتواصل، الاعلام والتواصل. منصف بالخياط حورب من طرف جميع الاعلاميين. جا في 3 سنين فين مشيت واحد الاستراتيجيه اللي هي سهله، ما تخدمش مع المغاربه ولا الشركات المغربيه لا العامه ولا الخاصه. 95% ديال الشيفر دافير ديالي مع شركات ملتي ناسيونال. كان للوزاره فضل في هذه العلاقات؟ 95% هاد العلاقات واش كان الوزاره ما كاين حتى شي علاقه ما بين وزاره الشباب والرياضه مع الناس في الفيفا في الاتحادات الدوليه. ما عندي حتى شي علاقه في الرياضه، ما عندي حتى شي بيزنس في الرياضه، حتى شي ضروري يكون في الرياضه. ما عندي حتى شي علاقه. ها انت في الرياضه وفي السياسه باش نكون معك واضح، ما كاين حتى شي علاقه ما بين وزاره الشباب والرياضه والمنصب ديالي كوزير والعمل ديالي كمقاول. فوالو. او كونترير ما تقولش لي خسرتي. انا نقول لك انا مني خرجت من الوزاره وتنمشي بعد ثاني يوم ما خرجت من الوزاره رجعت للعمل ديالي وبديت تنقلب على دي مارشي. دونك تنشوفوا لي زابيل دوفر الى اخره. اللي خصك تعرف كنت وزير في الاسبوع اللي من بعد ما كنت وزير كنت في مكاتب ديال اشخاص اللي هما شيف سيرفيس وشيف ديفيزيون، تندير معاهم اجتماعات لانه تنمشي واحد المنطلق ان لو ترافاي سي كيك شوز دو نوبل. العمل خصها تكون الواحد ما يكونش عنده ديك الجعفره ولا مثلا اش تسميوها الواحد خليه يقولها العجرفه. الواحد خصو يكون متواضع، ما يكونش متعجرف. معلوم خصو يكون متواضع. نمشي معاك فين ما بغيتي نمشي معاك، نجلس معاك فين ما بغيتي نجلس معاك في الارض، نجلس معاك عند رئيس البنكه، نجلس معاك فين ما بغيتي. هذه هضره هذه. لا هضره واش تعرفني؟ كنعرفك الى حد ما. اجي تبعني نهار ولا يومين انا مستعد تبعني وتشوف انا كيعيش. لانك لما كنت في الوزاره وبغيتي تركب في السياره ما قلبتيش على السياره ديال قدي ديال 20 مليون 30 مليون. واش بغيتي نحل؟ يلا نحلوا موضوع السياره. يلا حل سيدي. شوف السياره نعاودوها. بغيتيو تهضروا على السياره. واش دابا وزير شادينو يلا في السياره بقيتو تدوروا دابا هذا من المظاهر. دابا وزير واش مظاهر؟ دابا شوف تشدوا في المظاهر. بغيتو تشدوني في السياره نهضروا على السياره. ياك بعد ما كاين غير السياره، ما كاين حتى شي دوسي اخر الحمد لله. من بعد غنهضروا على السياره ديال اودي. ما عندناش الحق نهضروا على اودي، ما كاين حتى شي مشكل. على هكا غتعطيك العصا. لا هكا تعطينا العصا غيخلص هذيك السياره باش نكونوا واضحين. انا كنت السياره من نفس النوع اللي كانت ديال الوزيره السابقه. درت 110,000 كيلومتر في السنه، في سنتين درت 220,000 كيلومتر. والسائق ديالي سميتو نور الدين، عيطوا عليه وقولوا ليه شحال من كيلومتر درتي مع السي منصف خويا منصف.
واحد النهار كنت في مراكش، عندي العمل في مراكش، عيطوا عليا الديوان الملكي باش نمشي لتطوان، لان كانت واحد تظاهره رياضيه مع الله يرحمها برحمه الله في هذا اليوم هذا وفي هذه العواشر، لاله امينه اللي كانت رئيسه الجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه. حنا غاديين لمراكش، وقفت بنا السياره في مدينه القنيطره عند السي عزيز رباح. وقفت باش ناخذوا سياره اخرى، كان خصنا نكريو سياره، لان في الكراج ديال الوزاره ما كانوش سيارات. ملي تتكري سياره صافط، واش الوزير اللي تيطلب السياره، الكاتب العام صافط لنا سياره، والكاتب العام مع الاداره هي اللي تتكلف بواحد الامور، مع شركه سميتها غريش كار. هذيك الشركه اللي سميتها غريش كار هي الممول ديال الوزاره بالنسبه للسيارات، هو لو فورنيسور. هذيك الشركه واش انا اللي جبتها؟ شركه راه كان جات الوزاره في 2005، هذيك صافطت الشركه ودارت صفقه ما بين الوزاره والشركه. الوزاره اللي هي انت؟ خلينا نكمل. لا، الوزاره ماشي انا، المسؤول على اداره الوزاره هو الكاتب العام، الوزير مسؤول سياسي في الوزاره. هذاك الصفقه اللي صافطت ديك السياره اللي هي لا لوكاسيون ا كور تيرم، هي الصفقه ديال 3000 درهم في اليوم، اللي هو عادي بالنسبه للسياره اللي ما كانش هذيك اللي قلتي. من بعد ذلك الوزاره دارت ابل دوفر ودارت الصفقه ديال اودي، وديك الساعه وزاره الماليه ما بغاتش تشري السياره، داروا اكتراء. في العالم الخاص احنا في الشركات اكتراء حاجه عاديه، ولكن انا تعلمت واحد القضيه، هو ان في العالم في الاداره لما الواحد تيكتري لا بيرسيبسيون هو انه بحال الا تضيع الفلوس، الوغ كاحنا في البريفي ملي تتكري هو افضل من اللي تتشري. دونك كاين واحد لا بيرسيبسيون ديفيرونت. وزاره الماليه ما خلاتناش نشريو، كراو، والكراء كان ب 37,000 درهم في الشهر لمده 36 شهر، داخل فيها ليسونس وداخل فيها. اللي هو غريب في الامر هو انه ملي تضرب الحساب العمليه هو ان تتلقى بانه راه هو ديك الثمن. بعد تقول لي علاش ديك السياره الفاخره؟ تقول لك كنا 32 وزير. اسمع لي، لا 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 خصني نسالي القضيه. 32 وزير، هذوك 32 وزير كانوا 4 ديال لي مرسيدس كلاس اس، كانوا 6 ديال لي اودي A8، كانوا 26 ديال المرسيدس، ومن بعد تجيو غير المنصف بالخياط بوحدو. علاش منصف بالخياط؟ كلهم كل الوزراء شرا. انت الاول واش صافا با ولا واش تسمع عليا؟ واش الوزراء كلهم عندهم سيارات تجيو غير المنصف؟ انا نجاوبك، منصف الخياط ما لقاوش فين يشدوه، وبغاو يشدوا في هذه القضيه وطلعوا عليه لا صوص اي لا شونتي. ما قول لي لا شونتي بالعربيه شنو هي على السياره. وانا نقول لك شي حاجه، فخور ان الاعداء السياسيين ديالي ما لقاو عليا والو من غير السياره، والا كانت السياره ويقول لهم عرفتي شنو بزاف عليهم منصف الخياط، وافضل من ذلك يمكن لهم يمشيو، واذا كان شي حاجه اللي هي غير قانونيه يمشيو يدعيوني. راه المحاكم هنا ما كان حتى شي واحد فوق القانون، ما كان حتى شي واحد قل القانون. اذا بقات غير في السياره بلاتي نشوف شنو غادي يقول لي منصف بالخياط اللي طلعوا لي الزعاف على هذه السياره. واخا خويا منصف، واخا خويا منصف، اش غادي يقول لي منصف بالخياط الاعداء السياسيين ديالو اللي بين انتخابين كيغير من الموقف ديالو؟ فين انتخابين؟ فسر لي. انتخاب الجهه وانتخاب العماده. علاش غادي تغير؟ علاش غادي تغير؟ انتم عندكم تحالف حكومي دابا انتم والغد غادي دابا الله يرضي عليك. شوف الله يخليك. نعم سيدي، انا شنو قلت قبيله على السي هيكر؟ تنحترموا ياك، وتعطينا نقطه القوه نقطه الضعف ديال كل واحد. السي عبد العزيز العمري سولتيني عليه. واش كتفهم انا كمواطن النهار اللي كنعطيك صوتي على واحد مساله، هو انك انت متحالف مع الحكومه؟ ما كنعطيكش انا كمواطن ما يمكنش نسمح لك، لان ما هو انتخاب هذاك الطرح ديالك في العلوم السياسيه. لا، في العلوم السياسيه انا ما عنديش هذا الطرح. انا هذاك اللي عطاني العلوم السياسيه ان ملي كنعطيك صوتي لان انت مفوض. انا تنقول لك انت مفوض. اسمعنيش غنقول لك نعطيك ديليغاسيون. انا غنعطيك بومبا دابا. انا غنعطيك بومبا. كتصوت بصوتي ماشي انا نعطيك بومبا دابا. انا تنقول لك هذوك الناس اللي صوتوا عليا صوتوا على خويا منصف، وخويا منصف عطاوه لا بروكوراسيون باش يمثلهم، باش يحسن الحياه ديالهم. ومن خويا منصف تيقول لك من لما خصو يختار ما بين الباكوري وحيكر تيختار الباكوري، ولما خصو يختار العمده السي عبد العزيز العمري رجل كفء ورجل تجربه تنعرفوا، اشتغل معايا في ميديتال من 2000 و2002، ورجل اللي هو في المستوى. وانا اظن بان السي العمري غادي يبدل الحياه ديال البيضاويين بطريقه
ايجابيه. انا واش مازال منتخب ما بغيتوش تفهموا في هذه البلاد بانه السياسه انا ما كنعطيش صوتي لواحد الشخص، كنعطي صوتي لواحد الايديولوجيا. وانا تنقول لك النهار اللي غادي تصوت ما عليا بغيناش نبقاو حنا في ديك السياسه ديال كنصوتوا وانا ما بغيتش على الاعيان على الوجوه. انا ما متفقش معك. انا ما بغاوش انا المواطنين. تنقول المره الجايه انا غادي نصوت حيت هذاك فلان. أنا نقول لك شي حاجة. هذاك واحد الحزب عنده واحد التصور للبلاد، عنده واحد الفكره على البلاد. انا ما كنصوتش على واحد الشخص حيت هذا كان جدو قيد بكري والاخر كان باع عنده البيع والشراء وهذا السيد الله يهديك اصاحبي. انا تنقول لك بان السيد عنده تجربه وهو افضل من الاخر، وانت تتقول لي خصك تصوت حيت التحالف. انا شحال ديال العمر السياسي ديال السي البكوري؟ عطينا العمر، عطينا العمر السياسي ديال السي البكوري. انا اللي يصوت عليا تيعطيني الصوت ديالو يدير فيا الثقه وتعطي لواحد اخر، والثقه نهار تنصوت على هذا لان عنده تجربه وهو الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا غدا تنصوت على السي العمري لانه الرجل المناسب في المكان المناسب. علاش؟ لان انا ما تنصوت لا على بام لا على بي جي دي، تنصوت على الاشخاص. وهذه ماشي سياسه، السياسه احزاب ماشي اشخاص. وسيدي انا تمشي مع الاشخاص ما تمشيش مع الاحزاب. دونك تمشي مع الحزب انت بوحدك منصف عقليه امريكيه وعقليه امريكيه وعقليه شوف عقليه ديال شنو ما بغيتي. انا تنصوت على الناس، تنصوت على الاشخاص، تنصوت على اللي غادي يجيب الخير لهذه المدينه ولساكنتها. خويا منصف واش الامور باينه ولا واش انا تنهضر بالشينويه تهضر بالعربيه؟ كتهضر بالعربيه وندوي معك حنا بالعربيه والدارجه. في اطار هذا الخير اللي غيجيب لنا مصطفى الباكوري اللي انت صوتي عليه شخص لم ينجح في مدينه صغيره مثل المحمديه، الناس ما باغينوش، جيتي انت صوتي عليه. هذه خيانه الناس اللي تاقوا فيك. خيانه تستعملوا شي ما تنقبلش تستعمل خيانه. هما اللي قالوه ويقولوا شنو ما بغاو يقولوا. انا تنقول لك هذه ماشي خيانه. انا نزيدك نقطه ارقام تتكلم على اساس تنقول لك نقطه وجاوب نزيد نقطه وجاوب باش نهيو مع الاحترام المفترض له مصطفى الباكوري اللي كتكلم عليه وكتصوروا لنا كانه منقذ الاقتصاد المغربي. الرجل يجر معاه فشل اقتصادي رهيب من السيداجي وانت عارف هادشي وانت انا ما متفقش معك وحقي. وهذه نجاوبك اول سؤال هو ان السي مصطفى الباكوري منتخب. كيفاش يمكن له يكون منتخب وتتقول لي بانه ما نجحش المحمديه؟ هذا تناقض. ما تبقاوش تقولوا الامور اللي هي غير صحيحه للمواطنين. واش الناس تسمعونا تتقول لي غير منتخب هو تيجلس في الجهه ديال الدار البيضاء؟ راه انتخب عليه اذا عنده الشرعيه بنسبه قليله ما كانش هو. ودابا دخلنا النسبه قليله. حنا كنشوف شكون الاول. شوف الله يخليك حنا علاش ما يطلعش خونا منصف ما يترشحش؟ هذا هو السؤال اللي بغى السي كريم. انا فهمت الجمله ديالو. انت السي منصف لانه كان اتفاق ما بين السيد مزوار والسيد عبد الاله بن كيران انه لما تكون الاغلبيه في شي بلاصه الاغلبيه خصها تكون لحزب من الاغلبيه. هو ما دارش هذه القضيه. وانا نجاوبك يمكن يجاوبك خلينا نكمل. ولما ما تكونش الاغلبيه كل حزب عنده الحق يصوت على شكون ما بغى. في جميع المدن وفي جميع الجهات هذا المنطق تم تطبيقه من طرف البي جي دي ومن طرف التجمع الوطني الاحرار. في مدينه الدار البيضاء وجهه الدار البيضاء ما كانش عندنا الاغلبيه، كان عندهم 38 وكان احنا عندنا 37، وبناء عليه ما كناش مقيدين في اطار هذا الاتفاق. 4 أيام قبل في مدينه تطوان كان تحالف ما بين البي جي دي والبام باش يحبسوا الطريق لثالث شخص في الدوله اللي هو رئيس حزب او رئيس الغرفه الاولى ديال البرلمان من بعد ما غداو بهم التجمع الوطني الاحرار في انتخابات ديال الجهه ديال اكادير ديال سوس. لا ووضعتوا الترشح في اخر لحظه. لا 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 اكادير تم اتفاق ما بين الجميع باش يكون السي ابراهيم الحفيظي هو اللي يدوز. هما عطاوكم هذه تطوان وانتم جيتوا ترشحتوا. ولكن حنا عطيناهم شحال من مدينه. لا دابا انتم اتفقتوا على اكادير غنمشيو بشويه. انتم اتفقنا على اكادير عطيوها لكم وعطيناهم ذاتهم ما ترشحوش ومشينا معاهم. جاء طالبي العالمي حتى بقات نص ساعه مع 11:15 تقريبا 12 غيساليو الترشيحات حتى الترشيح ديالو لتطوان. ولكن عرفتي علاش؟ علاش؟ لانه من يوم قبل البام والبي جي دي تحالفوا
وانا خرجت في تويتر تصوير بتحالف مع ماشي البام. متفقين معاه. واش دابا اللي هما حلال عليهم في مدينه تطوان حرام علينا في مدينه، خليني نكمل كانت ديالهم، خليني نكمل. واش اللي حلال عليهم في تطوان حرام علينا في الدار البيضاء؟ عليك انت بوحدك. اسمح لي الله يخليك. على الاغاني جوج اللي صوتوا للاصاله والمعاصره. الاغاني لا بوزيسيون اوفيسيال دو اغاني وانضباطا للسيد الرئيس وقياده الاغاني منصف الخياط صوت الباكوري، لان مزوار واش هو اللي قالها لك؟ هذا هو السؤال. واش هو اللي قال لك؟ واش حنا تنلعبوا؟ حيت واحد جا خرج واحد التصريح. واش حنا تنلعبوا؟ حدادي في وجهك كيقول لك واش حدادي هو مزوار؟ فهمتيني شنو وقع البارح؟ دابا شوف، دابا انتم اما حنا نقول لك شنو واقع، واش بغيتي نقول لك ودابا حنا نهار الاثنين ياك نقرا لك التعليقات اللي كاينين في الفيسبوك. انا اللي غادي نجاوب، ما تقرا لياش، انا اللي غنجاوب. ما نقراهمش. نهار الاثنين دخلت الانتخاب وانضباطا للحزب صوت تاع الباكوري. الحزب خرج شي بالغ في هذا الشيء، قال ما تتخلينيش نهضر. الحزب قال غنصوت. ودابا شكون اللي دابا الضيف؟ واش انت ولا انا؟ اللي صوت ودابا واش انت ولا انا؟ اعطيني دليل عليها. نعطيك الدليل. الحزب نهار الاثنين دخلت انضباطا للحزب صوت للسي باكوري، لانه الحزب خدا قرار عن طريق الرئيس ديالو اللي تصوت للباكوري. امتى خداه؟ نهار الحد. وتبلغوا به الناس كاملين؟ وانا غنجاوبك. ثانيا اقتناعي الشخصي، وانا مشيت مع الطرح ديال السيد الرئيس، وانا شخصيا مشيت مع الطرح باش نساندوا الباكوري. وبيني وبينك الباكوري ما كانش محتاج بينا، لانه واخا ما صونتناش عليه كان دايز باش ما نبقاوش عاوتاني نبداو نكبروا من الحاجه اللي هي ما خصهاش تكبر. ما عرفتش علاش غير منصف الخياط اللي هو في قفص الاتهام، بينما كاين ياسمين بادو، كاين مضيان، ولكن نهار غنجيبوهم ما كاين مشكل، واجيبهم عندك غنجيبهم. هذه الاولى. ثانيا السيد الرئيس طلب من جميع المستشارين ديال التجمع الوطني الأحرار يصوتوا على الباكوري باش ابل تليفونيك اس ام اس بلاغ. ابل تليفوني مهم هاد يعني هادشي كلشي بالهضره. لا اس ام اس ولا بلاغ، حتى حاجه مكتوبه. ابل تليفونيك. واش الاحزاب كتسوق لي زابيل تليفونيك؟ انا عندي اس ام اس. عندك اس ام اس نقدروا نشوفوه؟ دابا نوريه لك. سور نقدروا ناخذوا فيه كابتور ديكرون ولا لا؟ ولكن نوريه لك. حريه صافي ما صافي لا ما يمكنش. انا نوريه لك ولكن ما تاخذش كابتور ديك. صافي وديك الساعه انا لا شفتو ناكد للناس انه كاين. ما كاين مشكل. الوغ الناس اللي صوتوا للعداله والتنميه راهم هاد الناس اللي طلعوا في نائب الرئاسه البارح في مجلس المدينه. كيف ما انت طلعتي مع الباكوري نائب الرئيس؟ ولكن علاش؟ يعني كاينه مصالح دابا، كل واحد كيصوت على اللي غيديروا معاه. ولكن هذيك المصالح انا تنأيدها. انا تنقول لهم عندكم الحق. علاش؟ لان انت كون اسمح لي في هذه النقطه، انت مثلا كون ما صوتيش للباكوري وبقيتي مع العداله والتنميه، واش كنتي غتكون في المجلس ديال العموديه؟ واش تكونوا معاك في هذه؟ دابا انت ما تتخلينيش تهضر وتتبقى تفكر بوحدك وتتهضر مع راسك بوحدك. انا تنعطيك اجوبه اللي هي مهمه وانت واش تكلمتي مع العداله وانا تنهز لك الكره وانا غير ماركيها. ايوا ماركي. واسمعني اش نقول لك. قول لي اسمعني 5 دقائق. اسمعني هذوك دابا هذوك الناس اللي ما صوتوش للباكوري راه لا غدا تم انتخابهم في لائحه العمري في عمده مدينه الدار البيضاء، لانه عادي مع التحالف هما اصل العداله والتنميه عندهم. وخليني نكمل لك نهز لك الكره. زيد هزه. كاين منهم اللي غادي يصبحوا رؤساء مقاطعات واخا ما عندهمش الاغلبيه، لان البي جي دي اللي غادي تعاونهم. وانا تنأيد هذه التحالفات المحليه، لان ما نساوش بان الانتخاب التحالفات قال عليها البي جي دي بانه راه الفوز البام تعتبروا بانه تهديد للديمقراطيه. كاين تهديد لا والو. واش نتوما الخيانه بركه من الهضره الزايده؟ واش دابا نتوما تتقولوا واش هذا البي جي دي هذا الامين العام لحزب التقدم والاشتراكي اللي هو شريك ديالكم ورجل معقول ومتزن سياسيا قال لكم انتم في الاغاني قمتم بخيانه التحالف؟ الا كان هو تيقول بانه حنا درنا خيانه. وقال واحد الحاجه، قالت ماشي رجلات تكون مع حزب وتصوت ضده، وماشي رجلات تعطي له واحد الكلمه وغدا تضربوا بنص. اذا البي جي دي اللي داروه في تطوان نبيل بن عبد الله تيسبهم. ما داروا والو. وانا وريتك التصويره نوريها لك. هما ديالهم تطوان ديالهم يتحالفوا مع البام ضدنا ضد رشيد طالبي. هذا المشكل. هو اللي ترشح، ما كانش خاصو يترشح رشيد طالبي العالمي. هذه مغالطه كتقول. الاغاني جا هو الاول في جهه تطوان 120 مقعد، تبعوا البي بي اس 119 مقعد، معقول هذاك السيد تبعوا البي جي دي 75 مقعد. معقول اللي كان في تطوان السيد ديالكم معقول؟
ما تعرفش واش معقول ولا ما يمكنليش نجاوب. حيت كان معقول خصو يربح. ما تعرفش رشيد طالبي العالمي واش معقول ولا لا. خويا منصف لا تيقول لي واش معقول ما تقول له واش شدتي في باكوري خويا منصف في الطالب واش هاد في الباكوري ونسى خوه في الحزب. لا خويا منصف انا بغيت غير نسولك الله واحد السؤال واحد الله يخليك. مركز شكون اللي عنده الاسبقيه؟ واش الحزب واش الحكومه واش الوطن؟ الوطن هو اللي عنده الأسبقية قبل أي شيء. ونقول لك هذيك الحكومة اللي احنا في ائتلاف ديالها، احنا في ائتلاف وطني، هذه انتخابات محلية. في الانتخابات المحلية أنا تنقول تنأيد التحالفات اللي كانت ما بين الإغاني والبي جي دي في مدينة الدار البيضاء، وتنقول بأن الإخوان اللي عندهم تحالف مع البي جي دي باش يكونوا رؤساء المقاطعات إلى آخره عندهم الحق باش يصوتوا باش ياخذوا ديك المقاطعات، لأن هذه هي السياسة. ولكن في نفس الوقت ما نساوش بأنه كاين أيضا على الصعيد الوطني تحالفات واتفاقات اللي تتخلي بأنه كانوا اتفاقات باش اللي عنده الأغلبية في شي بلاصة ياخذها، واللي عنده الأقلية في شي بلاصة خصو يتراجع. البي جي دي كان عنده الأقلية في الدار البيضاء كان خصو يتراجع. قدم السي هايكر. أنا شخصيا تنقول بأن الأولوية للوطن هو الأول، والوطن يقتدي أن السي الباكوري يكون رئيس الجهة لأن عنده التجربة والحنكة باش يسير الجهة اللي هي 40% ديال الاقتصاد الوطني. مع أنه العدالة والتنمية في جهة الدار البيضاء جمع الأغلبية، ولكن في الصباح على ما قالوا ضربوه بالنص، لأنه جوج من الأغاني اللي منهم نتايا صوتوا ضده، وديال الحزب الاستقلال اللي قال لهم شبطوا واعترف باش أنهم صوتوا العدالة والتنمية اللي أبرزهم ياسمين بلدو. إذا ما بقاش الوطن ولا الحزب. لا 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 لا, لا الوطن. شوف الباكوري رئيس الجهة هو أفضل للوطن من حيكر رئيس الجهة، وهو عنده مؤسسة. نمشيو عند فدوى. شكون اللي قال لك غادي يبقى في المؤسسة؟ اسيدي جهة الدار البيضاء افضل من المؤسسة ديالو. الا كان خصو يستقل المؤسسة يستقل يجي يخدم لنا الجهة. مزيان. اختي فدوى صباح الخير. صباح النور. شنو اليوم منصف الخياط هو السؤال ديال اليوم؟ اكزاكتومون. شنو كيقولوا عليه الناس؟ هبطنا سولنا الناس في الزنقه قلنا لهم واش كتعرفوا منصف بالخياط شنو كتعرفوا عليه؟ شنو كيقولوا عليك منصف بالخياط في الزنقه؟ خويا خوك نشوفوا شنو قالوا. سؤال اليوم لا بعرفش واش مغني وممثل ولا واش هو اللي كيجي دي عبد الهادي بالخياط؟ كنت كنعرفوا على انه وزير الرياضه والشباب. منصف بالخياط وي تنسمع به جو كوا كو مع حزب الأصالة والمعاصرة. كان وزير ونزل دابا الانتخابات واش كنعرفوا عليه. اييه صديق ديالي وانا خياط ديالو طيور ديالو. خياط ديالك جبناه هذه راه غير زوينه. وليتي مع الاصاله والمعاصره. خياط ديال بالخياط. جو بونس ميتو نور الدين جو بونس. كيتسالك شي فلوس دوزهم ليه الله يرضي عليك. لا والله ما تيستني شي حاجه ولكن تهلا فيه شويه معلوم. وليتي مع الاصاله والمعاصره منصف الخياط. سمعناها في انا مع التجمع الوطني للاحرار. ما جلستيش معاهم البارح في مجلس المدينه جلستي وسط الاصاله والمعاصره. واحد في الفيسبوك لقيتو كاتب لك سي منصف راك نسيتي انك حمامه وجلستي مع الاصاله والمعاصره. انا شوف حمامه وطيري يا حمامه وما تبقاش تدخل لي في لي ديتاي سوبرفيتاتوار. انا تنقول لك بانه اقل من دقيقه اقل من دقيقه مالك مع نبيله منيب واش بصح قالوا انها رجعت منصف بالخياط في بلاصتو من بعد ما ومالك مع سيطايل بجوج حماو عليهم. نبيله منيب سيده محترمه رئيسه حزب. شنو كتبتي عليها في بان كلاس اي بورجواز انيقه وزاز وهذا كلام ديال سياسي. شكون هذا الزاز شكون هذا؟ انا اليوم ما كنتش معكم واش كلمه تخشاب واش ديال السياسي. انا شوف انا نقول لك شي حاجه انا مختلف من السياسيين. انا شويه شكون جابك ميريكاني في عقلي ومغربي في قلبي وتنموت على بلادي وتنقول لك الا قلت لواحد السيده انت زاز هي مثلا نقول لها هي زاز انا بوغ موا سي ان كومبليمون. فدوى الا قلت لك لا انت زاز غادي تكعي عليا. نو سورتو با. بارك الله فيك واش سي ان كومبليمون. شكون جابك للسياسه؟ وقول لنا الحقيقه. انا اللي جيت للسياسه لاول مره ونقول لك شي حاجه لان انا اول واحد تطوعت ودخلت في اطار 2007 دابا 2007 مع السي نور الدين عيوش. سيطايل كريم هو اللي جابك اذا سيطايل سيده المرأة القوية في الإعلام. مرأة قوية في الإعلام مديرة في دوزام ما كانش خصها تدخل في نقاش سياسي بالخياط. يعني عيوش هو اللي جابك 2007 2007 دابا يعني هو الكود التليفون اللي دو عليه باللافريج. ما كاين لا كود التليفون لا والو. نور الدين عيوش رجل تواصل رجل سياسي ديال المجتمع المدني تيدير الكثير للمغرب. وما عرفنا اليوم شكون اللي دخل منصف بالخياط للحزب
وبراتيكمون واحد شويه حتى لا للوزاره. هو شفت الحزب، دخلتي الحزب باش دخلتي الحكومه. لا هو دخل الحزب باش يدخل للوزاره لانه ترشح وزير الشباب والرياضه. خويا منصف خويا منصف غادي تجي معايا واحد النهار غتتبعني ومن بعد غندير واحد الروبورتاج باش تعرفني مزيان. صافي مرحبا. نركبوا في الطاكسي احمر، نركبوا في الطاكسي ابيض، ناكلوا البصاره، نمشيو في الصباح ناكلوا الحرشه، مع 6 الصباح نطلعوا مع الكاميون مع الفوندور، يكون هادشي بصح نمشيو نطلعوا مع الكاميون في الكاميون مع الفوندور. انا نقول لك راه خوك ولد الكاميون. انا عندي صافي انا كريم وغادي نسلم الكاميون. عندنا الوقت ما كاينش حتى الغدا وقولها ونصيفطوا لا، ماشي عليه. السؤال. حنا تنقولوا تعليق. حنا في التجاره كيعاون ربي. صباح الخير يا مغرب مع كريم حضري.